San Francisco for the man known as the Zodiac Killer. His violent movements. In 1967, Riverside police received a handwritten letter. Like that is going to be a very serious problem for us. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم. انا ايمان وهذه القناه ديالي فين غنبقى نعاود لكم على قصص، جرائم، اساطير وبعض المرات غير دي تيوري اللي لقيتهم في الانترنت. بوجود اكثر من 8 ديال المليار ديال الاشخاص في العالم، واكيد بزاف ديال القبائل والشعوب، فالمعتقدات وحتى الاحتفالات والمهرجانات كيختلفوا من بلاصه لاخرى. وفي الحلقه ديال اليوم غادي نهضروا على اغرب المهرجانات اللي كيطراو في العالم. اول فيستيفال غادي نهضروا عليه هو The Frozen Dead Guy Festival او الرجل المجمد الميت. هاد المهرجان كيحتفلوا به في ثاني ويكاند ديال مارس، وكيكونوا فيه بزاف ديال لي زاكتيفيتي بحال السباق ديال التابوت، العروض ديال سيارات نقل الاموات، وبزاف ديال لي زاكتيفيتي اللي هكايا شويه في شكل. والغرض الاساسي ديال هذا المهرجان هو انهم يحسوا براسهم انهم حيين بالاحتفال بشخص ميت. القصه وراء الاحتفال بهذا المهرجان كترجع لواحد السيد سميتو بريدو مورستول. بريدو تزاد عام 1900 في واحد القريه صغيره في النرويج. من بعد بريدو غادي يتزوج وغادي تزاد عنده واحد البنت في 1930 اللي غادي يسميها اود. في عام 1975 بريدو كان كيدير واحد تريب ديال السكي اللي بحال واحد الباركور ديال السكي، الطول ديالو 6 ديال الاميال، وكان غادي تجي واحد السكته قلبيه اللي كان غادي يموت فيها. ولكن لحسن الحظ اود دارت له واحد المساج وقدرات انه تعتقو. مع ان بريدو برا، ولكن ما قدرش انه مازال يرجع يدير دوك لي زاكتيفيتي اللي كان كيديرهم شحال هادي، فغادي يمرض وغادي يولي ضعيف بزاف، وغادي ياخذ واحد اللايف ستايل اللي هو كالم وغادي يجلس للارض. في 2 الاول ديال نوفمبر 1989 بريدو غادي يموت وهو ناعس. بنتو اود غادي تعيط على ولدها ترايف بوج اللي كان عنده 31 عام في هذاك الوقيته، وكان عايش في كولورادو من مده 10 سنين. ترايف بالضبط كان عايش في بولدر، وكان معروف انه ظريف في هذيك المنطقه، وحتى انه بدا واحد لا تراديسيون جديده في بولدر واللي هي The New Year's Polar Bear Plunge، واللي هي ان الناس في كل عام يعني النهار الاول من جانفيي غادي يتبلونجاو في واحد البلاصه اللي جامده بزاف. غالبا كيكون عندهم دوك لي لاك اللي كيكونوا جامدين في البرد، فهما كيديروا واحد لينيسياتيف انهم يتبلونجاو في هذاك الماء البارد بزاف الجامد تقريبا، بحال الاحتفاليه ان العام جديد بدا. من بعد هاد لا تراديسيون اللي ترايف جابها لبولدر غادي تعرف بزاف ما بين الناس، وغادي تولي واحد لا تراديسيون اللي كدار كل عام. فبالنسبه لترايف الموت ديال جدو كان واحد لوبورتونيتي انه يجرب انه يجمد الميتين. ترايف كان عنده واحد الامل انه من بعد يقدروا يتغيانيماو الناس من داك التجميد اللي غادي يديروا، فغادي يجيب الجثه ديال جدو من البلاصه اللي مات فيها حتى لدي يونايتد ستيتس، فين غادي تحفظ الجثه ديالو في الدراي ايس اللي هو واحد الثلج ناشف ماشي بحال الثلج عادي، ومن بعد غادي تكون تخزنات في الليكويد نيتروجين اللي هو النيتروجين السائل. الجثه ديال جدو غادي تحفظ في The Trans Time Cryonics Facility، واللي هي المنشأة ديال التبريد اللي كانت في سان لياندرو في كاليفورنيا ما بين 1990 حتى 1993. ومن بعد هاد الجثة غادي تنقل للنيذرلاند في كولورادو، فين كانت العائلة ديالو دارت واحد المنشأة ديال التبريد خاصة بهم. للأسف ترايف كانت عنده واحد الفيزا ديال 10 سنين فقط في الامريكان، فمن بعد ما غادي تسالي هاد الفيزا غادي يمشي في حاله وغادي يخلي ماما هي اللي غادي تكلف ديك المنشأة. اود دارت ما في جهدها انها تحافظ على الجثه المجمده ديال باباها في اللور ديال دارها، ولكن دارها كانت مازال ما مكملاش، ومازال ما كانت فيها الالكتريسيتي، ومازال ما كانتش مصبوغه، يعني مازال ما كانش عندها الحق انها تسكن في هذيك الدار. فاش الناس ساقوا على الخبر غادي تطرد من هذيك الدار. اود هنا غادي تمشي عند واحد الصحفي وغادي تعاود ليه داكشي كامل اللي واقع ليها، وغتعاود ليه على الجثه ديال باباها اللي مجمده والجثه ديال جوج اخرين ما عرفتش ديال من هاد الجثث، ولكن المهم ان الجثه ديال باباها كاينه تما. قالت لي انها خايفه ان الجثث يذوبوا ويتعفنوا ولا طرا لهم شي حاجه من مورا ما جراو عليها من ديك البلاصه اللي كانت ساكنه فيها وكانت محافظه عليهم فيها.
داك الصحفي غادي يمشي للكوميساريه ديال تمايا وغادي يقول لهم زعما شنو كاين، ولكن هادشي الا ما زاد غرق اود. فاود من بعد غادي تحكم عليها انها استعملت واحد الدار اللي مازال ما كاملاش، يعني ما عندهاش الحق انها تستعملها ولكن هي استعملتها، وغادي يخيرها داك القاضي بين جوج حوايج: يا انها تحيد الجثه المجمده ديال باباها من هنا حتى لو مارس 6، او لا تدخل الحبس لمده 10 ايام وتخلص $600. المدينه اللي كانت ساكنه فيها اود من بعد غادي يديروا واحد القانون جديد كيمنع الاحتفاظ او المحافظه على شي جثه او لا طرف من الجسم ديال الانسان او لا حيوان او لا اي كائن حي كان عايش حالة ديومات، ممنوع انه يتحافظ عليه في الدار ديالو ولا في شي بلاصه ديالو. ولكن القصه ديالو من بعد غادي تاخد بزاف ديال الشهره وبزاف ديال الناس غادي يعرفوا عليها، فغادي يديروا واحد ليكسيبسيون للبريدو. فبالضبط البريدو غادي يكون عندهم الحق انهم يحافظوا على الجثه ديالو جامده في دوك الكرايونيك فاسيليتي اللي قلت لكم هي المنشاه ديال التبريد. فمن بعد ترايف غادي يقدر انه يخدم مع واحد الشركه اللي هي اللي غادي تامن هذاك التجميد ديال الجثه ديال البريدو. فمن بعد هاد الشهرة الكبيرة ديال البريدو اللي من بعد غادي يسميوه جرامبا بريدو، واحد اللوكال تاف شاد سوبلاير اللي هو واحد الممول اللي كيدير دوك الاكواخ اللي يقدروا يحافظوا فيهم على الجثث، وواحد الراديو ديال دنفر غادي يبنيو واحد الكوخ جديد خاصة باش يتخزن فيه الجثة ديال البريدو. وفي 2002 البلاصة اللي كانت عايشة فيها اود غادي يوليو يحتفلوا بجرامبا بريدو على اساس انه واحد الهوليداي، واحد ليفينمون اللي غادي يسميوه The Frozen Dead Guy Days. ففي نيدرلاند غادي يولي تاني ويكاند ديال كل مارس كيحتفلوا به بداك الفروزن ديد جاي دايز، وغادي يولي واحد الفيستيفال اللي معروف بزاف هذيك المنطقه، وغادي وكيكبر وكيتشهر لدرجه انه في 2019 استيماو العدد ديال الزوار ب25,000 زائر. ولكن في النسخة ديال 2020 وبسبب كورونا تأجل هذاك الايفنت وما دارش في العام ديال 2020، يعني مارس 2020 ما احتفلوش به الناس. ولكن في 2022 من المعروف انه نورمالمون خصو يرجع، ولكن بسبب دوك الاموال الطائله اللي كيتصرفوا على فروزن ديد جاي دايز وبسبب دوك الناس اللي كانوا عايشين تما وبداو كيتشكاو على الصداع اللي كيجيهم في دوك الايام اللي كيطرا فيهم داك الفيستيفال، غادي يقرروا نيدرلاند انهم يانيوليو تماما هذا الفيستيفال، وهذا الشيء في لو 2 نوفمبر 2022. ولكن الغد ليه يعني نهار من مورا ما نيدرلاند قررت انها تمنع هذا الاحتفال، The town of Est Park، واحد البلاصة سميتها Est Park اللي تقريبا واحد 48 كيلومتر من نيدرلاند، غادي يشريو الحقوق ديال هذا الفيستيفال. اذا الفيستيفال غادي يولي يتنظم عاوتاني كل عام في مارس، ولكن هاد المرة ماشي في نيدرلاند ولكن في Est Park. والسيد اللي شرى هذاك الحقوق ديال الفيستيفال غادي يتابع ترايف انه حتى هو يخليه يجيب الجثة ديال جرامبا بريدو لإست بارك، وبهذا غادي يكمل الاحتفال ب The Frozen Dead Guy Days ولكن في إست بارك. وكانت اول نسخة ديالو من لو 17 حتى لو 19 مارس 2023. دابا غادي ندوزو لتاني اغرب فيستيفال اللي شفت، وضروري ما نعطيكم واحد التحذير قبل ما نبدا هذا الفيستيفال. الا كنتم من الناس اللي ما كيستحملوش دوك الاوصاف الجرافيك او الصور جرافيك، فهذا الفيستيفال شويه فيه داك الشيء. الا ما كنتوش كتقدروا تستحملوه تقدروا دوزوا نيشان الفيستيفال الثالث، The Phuket Vegetarian Festival أو The Nine Emperor Gods Festival وحتى The Kinjay Festival. هو واحد المهرجان اللي كينظموه لا كوميونيتي ديال الشينوا في تايلاند. The Phuket Vegetarian Festival كيدار كل عام في الشهر 9 ديال التقويم الصيني، وغالبا كيجي في سبتمبر او لا اكتوبر. في هذا المهرجان ديك لا كوميونيتي ديال الشناوه اللي قلنا انه هما بالضبط اللي كيحتفلوا به كيمتنعوا على الاكل ديال اللحم، ما كيشربوش، ما كيكذبوش، ما كيديروش بزاف ديال الحوايج اللي كيتعتبروا من المتعه ديال الحياه، واللي الغرض منه هو انهم تكون عندهم واحد الصحه مزيانه والراحه ديال البال. الاصل الحقيقي ديال هذا المهرجان ما واضحش بزاف، ولكن كيتقال ان الاصل ديالو جا من واحد الجروب ديال الاوبرا اللي جايين من الشينوا، اللي هما واحد الرحاله كيدوروا في البلدان وكيديروا العروض ديالهم. كانوا مرضوا بالملاريا،
فواحد منهم غادي يصيفطوه للشينوا باش يجيب the 9 emperor gods اللي هما الآلهة التسعة، واللي هو في المعتقدات ديالهم واللي هو عندهم الحق أنهم يتحكموا في الحياة والموت. فغادي يمشي هذاك الشخص من تايلاند حتى للشينوا باش يجيب هذوك the 9 emperor gods الفوكيت، واللي هي مدينة في تايلاند. فباش انهم يبراو من الملاريا زعما the 9 emperor gods قالوا لهم باش انهم ما يشربوش، ما ياكلوش اللحم، ما يديروا حتى شي علاقه، ما يدابزوش، ما يكذبوش وما يقتلوش. وهذا الشيء اللي غادي يسمح لهم انهم ينقيو الذات ديالهم وحتى النفسيه ديالهم. فاش غادي يبراو هذاك الجروب ديال الاوبرا وديك لا بانديمي غادي تحيد، حيتاش الملاريا في القرن 19 كانت واحد المرض اللي كيضرب كلشي وكان كيقتل الاغلبيه ديال الناس. فاش براو هاد الناس غادي يفرحوا، خاصه الناس اللي كانوا فوكيت، حيتاش كما قلنا هاد الجروب كان جاي من الشينوا حتى الفوكيت. والناس ديال الفوكيت باش يعبروا على الشكر والامتنان ديالهم غادي يوليو يحتفلوا the 9 emperor gods كل عام على اساس انه واحد المهرجان. فمع مرور السنين هذا الفيستيفال غادي يولي مشهور بزاف وغادي ينتشر في تقريبا في آسيا، في إندونيسيا، في تايلاند، في الشينوا وبزاف ديال الدول الآسيوية. فهذا الفيستيفال غادي يوليو يحتفلوا به لمدة 9 أيام في الشهر التاسع ديال الكالندريي ديال الشينوا. المهرجان من بعد ما غاديش يبقى عنده هذا الجانب الزوين ديال انهم كيصوموا على الفاحشه وعلى بزاف ديال الحوايج، ولكن غادي يولي عنده واحد الجانب خايب ومقزز وكيعيف، واللي هو انه الناس عيالات ورجال بدون انهم تيصوموا على اللحم وعلى الشراب وعلى بزاف ديال الحوايج كيقدروا انهم يقطعوا اللحم ديالهم، كيخشيو الفيسات في الحنوك ديالهم في اللحم ديالهم، كيتمشاو على العافيه، كيخشيو الزاج في بلايص في الجسم ديالهم بحال كيعذبوا راسهم، ولكن هما في الظن ديالهم انهم غادي يطرى لهم حتى شي حاجه حيتاش الالهه ديال الشينوا غادي يحميوهم. فالناس اللي ما تيقدروش انهم يشوفوا دوك المناظر الخايبه ديال الناس اللي كيعذبوا في ريوسهم، هما بالنسبه لهم راه ما تيعذبوش في ريوسهم ولكن كيساكريفيو راسهم لدوك الالهه اللي يعاونوهم وبراهم من ديك لا بانديمي وديك الملاريا. فاغلبيه ديال الناس اللي ما كيقدروش انهم يشاركوا في داك التعذيب النفسي شنو كيديروا هو انهم غير كيتبعوا دوك العادات الاصليه اللي هي انهم ما ياكلوش اللحم، ما يديروش علاقات، ما يشربوش الشراب، ما يدابزوش، ما يكذبوش وما يقتلوا حتى شي واحد. فكما قلنا الاحتفال بهذا الفيستيفال كيبدا من اول نهار ديال الشهر التاسع في الكالندريي ديال الشينوا لمده 9 ايام. وزياده على دوك القوانين اللي قلنا، فالنساء الحوامل ما عندهمش الحق انهم يحضروا هذه السيريموني، الناس اللي في حداد حيت يلاه مات ليهم شي شخص ما عندهمش الحق انهم يبارتيسيبيو في هذا المهرجان، الناس اللي مشاركين خاص ديما يكونوا لابسين الابيض وديما يكونوا نقيين، خصهم ينقيو الماعن ديال الكوزينه ديالهم، وهذوك الماعن اللي غادي تستعملوا من الناس اللي مشاركين في الفيستيفال ما خصهمش يستعملوا من شي واحد اللي ما مشاركش في الفيستيفال. واخر حاجه هو الناس اللي مشاركين في الفيستيفال ما خصهمش يديروا الذنوب سواء فيزيكمون سواء مونطالمون، خصهم يكونوا نيشان ما يديروا حتى شي خطا. السيريمونيز ديال هذا المهرجان كيداروا في 6 من المعابد اللي كاينين فوكيت، وكاع هاد المعابد في الاصل ديالهم صيني. والمعبد الاساسي اللي كاين فوكيت هو جوي توي شراين، ما عرفتش كيفاش كتنطق، مهم. واول ايفنت كيكون هو الرفع ديال واحد العمود واحد الفانوس كمراسم ديال الافتتاح ديال المهرجان، واللي كيقول دوك الناين جادز ديالهم ان المهرجان غادي يبدا. وصافي غير كيوقفوا هذاك العمود اللي الطول ديالو 10 متر تقريبا، كيظنوا انه داك العمود غادي يقول الاله الهندي شيفا ان المهرجان بدا، وانه غادي يهبط هذيك القوه ديالو باش ان المهرجان يكمل ويدار مزيان. فهذا هو المهرجان الثاني اللي غادي نهضروا عليه اليوم. في اغرب المهرجانات الحاجه الغريبه الوحيده في هادشي هو داك التعذيب اللي كيديروا لراسهم وداك الشيء اللي كيتقبوا به وحناكهم وداك الشيء. اما الفكره الاصليه ديالو فهي فكره مزيانه، انهم بحال كيصوموا وما كيديروش بزاف ديال الحوايج الخايبين باش ينقيو الذات ديالهم وحتى العقل ديالهم. ثالث مهرجان غادي نهضروا عليه اليوم هو والبورجيس نايت او لا ليله الساحره. هاد والبورجيس نايت معروف انه هو الهالوين تاني، حيت نورمالمون الهالوين معروف بزاف في الثقافه الامريكيه والبريطانيه، اما بالنسبه لاوروبا في الاغلبيه ديال الدول كيحتفلوا بهاد والبورجيس نايت في 30 افريل، يعني الليله ديال النهار الاول من ماي.
وكيعتقدوا ان في هاد الليله هو فين كيكونوا دوك الارواح ودوك الساحرات كيدوروا في المنطقه، يعني كيدوروا في البلاصه اللي كاينين فيهم، وبالضبط يعني في هاد الليله ديال لو 1 ماي. الاصل ديال هذا المهرجان كيرجع للراهبه سانت والبورغا اللي كانت ذات في دورسيت في انجلند، ولكن هي ما عندها حتى شي علاقه بالسحر اولا بالشعوذه اللي هما الناس دابا كيربطوا به هاد والبورجيس نايت. والبورغا كانت معروفه عليها انها واحد الراهبه اللي كتخدم الاله وقاريه، وكيجيو عندها الناس باش انها تعالجهم، وما كانش المهمه ديالها فقط انها تنشر الدين في المنطقه اللي كانت ساكنه فيها، ولكن كانت حتى كتنشأ دوك الدور ديال القراءه والتعلم والتعليم والى اخره. بسبب هذيك القدره ديالها في المعالجه، فكانوا الناس كيجيو عندها ماشي فقط باش يداويو شي حاجه اللي عاديه، ولكن باش انهم يفكوا دوك التعاويذ ديال الساحرات، وحتى انها كانت كتنصحهم كيفاش يقدروا يتفاداو هذوك التعاويذ يجيو عليهم. والبورغا غادي تموت في لو 25 فيفري في العام 777 وغادي تدفن في هيدنهام. حتى من مورد الموت ديالها الناس غادي يجيو عندها بزاف وغادي يزوروا القبر ديالها، بحال غادي يديروا دوك الطقوس ديالهم، وشحال من واحد قال انه عالجاتو واخا هي ميته. من بعد في العام 870 خوها غادي ياخذ دوك البقايا ديالها وغادي يديهم يدفنهم في The Benedictine Abbey of St. Walpurgis اللي هي بحال المقابل ديال الضريح عندنا. وهادشي غادي يديروه بمجرد انه وصل لألمانيا، وغادي يتقال انه النهار اللي نقل فيه ديك الجثه او البقايا ديال الاخت ديالو من ديك البلاصه اللي كانت فيها الالمان هو لو 1 ماي، مع انها هي ماتت في لو 25 فيفري ونورمالمون خصهم يحتفلوا بها لو 25 فيفري، ولكن الكنيسه اللي كانت فيها شجعت الناس اللي كاينين تما انهم يذكروها ويحتفلوا بها بسانت والبورجا لو 1 ماي. دابا باش نفهموا الربط ديال الليله ديال لو 1 ماي بالساحرات والشعوذه وداكشي، غادي نجيو نفهموا انه جاي في الاصل من واحد الاعتقاد ديال دوك الفلاحين اللي كانوا في المنطقه. فبالنسبه لهم في هذا الوقت كان كيجيو دوك الحيوانات اللي كيهاجروا كيجيو لديك المنطقه اللي كانوا هما فيها ساكنين، وكيجيو كياكلوا لهم المحصول ديالهم. فشنو كانوا كيديروا انه كيشعلوا العافيه في الحقول ديالهم باش انهم يخلعوا دوك الحيوانات وما ياكلوش لهم داكشي ديالهم. وفي القرن 16 الناس اللي كانوا ساكنين في ايرلند كانوا كيقتلوا دوك الارانب البريه في الليله ديال لو 1 ماي، حيت كانوا كيظنوا انهم كيتشكلوا في هذاك الشكل، مع انهم في الحقيقه هما راه ساحرات وكيجيو كيمصوا لهم الدم ديال البقرات ديالهم حتى كيموتوا وكيسرقوا لهم الزبده. في العهد اللي كانوا مازالين فيه دوك المحاكمات ديال الساحرات، وبالضبط في العام ديال 1521 الناس كانوا كيلاحظوا ان الساحرات كيكونوا اكتيف اكثر في الليله ديال والبورجيس نايت واللي هي الليله ديال لو 1 ماي. في روايه اخرى وبالضبط في عام 1727 في واحد الفيلاج في السويد، واحد المجموعه ديال الشباب غادي يتجمعوا تحت السرجم ديال واحد الساحره اللي كانت معروفه تمايا، وغادي يبداو يغوتوا بلي الاله غادي يحررنا من هاد القوه الشريره ديالك. في الفولكلور الالماني غادي ترتبط والبورجيس نايت بالضبط بالاجتماع ديال الساحرات فوق الجبل ديال هارس. كانوا كيتجمعوا باش يديروا شي طقوس ديالهم في شكل شي سحر وشي شعوذه وشي تخربيق بحال هكذايا. ومن بعد فاش غادي تكتشفوا وغادي يتحاكموا، غادي يكتشفوا انه ماشي بالضبط في والبورجيس نايت فين كانوا كيتجمعوا، ولكن كان ممكن انهم يتجمعوا في بزاف ديال الليالي، ولكن هذيك المره صدفت انهم تجمعوا في والبورجيس نايت. فالناس خداو هذاك الطابع ديال ان والبورجيس نايت هي واحد الليله فين كيكونوا الساحرات اكتيف، فين كيكونوا الارواح خدامين وداكشي كيدور، فاختاروا انهم يحتفلوا به ويربطوا هادشي ماشي فقط بسانت والبورجا، ولكن غادي يولي مرتبط اكثر بالساحرات وبالشعوذه وداكشي الكريبي واللي كيخلع. فبمرور السنين وبالارتباط ديال هادشي بالساحرات وبالارواح الشريره، فالجرمان وفي السويدن وفي فنلند وبزاف ديال الدول الاوروبيه غادي يولي هذا النهار واحد الهوليداي، واحد اليوم احتفال اللي كيكون بالضبط في الليله ديال لو 1 ماي، فين الناس كيلبسوا دوك لي كوستيوم اللي تيخلعوا، تيديروا برانكس على بعضياتهم وكيشعلوا واحد العافيه كبيره وكيبقاو يغوتوا.
مهم كيديروا شي طقوس هكذايا في شكل باش انهم زعما يطردوا دوك الارواح الشريره ودوك الساحرات وما يخليوهمش يديروا الشعوذه ديالهم في ديك الليله. فكانوا هادو 3 من اغرب لي فيستيفال اللي لقيت في الانترنت واللي حاولت انني نعاود عليهم بلا ما ندخل شويه بزاف دوك لي ديتاي الجرافيك واللي شويه كريبي. الى عجبكم لا فيديو ما تنسوش تقولوا لي في لي كومونتير and tell me if you want بحال هاد النوع ديال لي فيديو باش نديرو بوز من الكرايم والترو كرايم والبارانورمال وداكشي الاخر. هادي كانت لا فيديو ديال اليوم، بسلام عليكم.